السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي النهارده. في حلقة النهارده هقول لكم ازاي بذاكر عربي كطالبة في ثانوي، وكمان هقول لكم انا باخد دروس مع مين وايه الكتب اللي انا بجيبها، وكمان هنعمل مع بعض انبوكسنج لكتب مستر محمد صلاح، وهقول لكم تعليقي عليها وايه اللي عجبني في الكتاب وايه اللي ما عجبنيش. كل ده ان شاء الله في فيديو النهارده. انا عارفة يا جماعة ان العربي بيمثل مشكلة لناس كتيرة جدا، بالرغم ان هو سهل وبسيط جدا. بس هو كل اللي محتاجينه عشان نتفوق في العربي ونقفل فيه حاجات بسيطة جدا ونصايح مهمة لازم تمشوا عليها، وتركات هقولها لكم في فيديو النهاردة كلها. وان شاء الله بعد ما تطبقوها انتوا هتلاحظوا ان مستواكم في العربي اتغير 360 درجة. انا عايزه اقول لكم ان ده هيكون الجزء الاول في السلسله الجديده اللي هبداها معاكم، وهي سلسله ازاي نذاكر، واللي هقول لكم فيها ازاي تقدروا تذاكروا كل ماده، وكل التريكات اللي هتتبعوها عشان تتفوقوا وتقفلوا في كل المواد حرفيا: عربي، انجليزي، ساينس، ماس، فرنساوي، كل المواد سواء كانت بره المجموع او جوه المجموع. هقول لكم على كل النصايح اللي انا بمشي عليها عشان تضمنوا درجه التفوق. فمش هطول عليكم اكتر من كده، ودلوقتي يلا نبدا. هنبدأ أول حاجة بأنبوكسنج كتب مستر محمد صلاح. أنا بجد متحمسة قوي عشان أوريكم الكتب بتاعة المستر، بجد كلها تحفة تحفة، ومش الكتاب بس، يعني هو في هدايا مع الكتاب. فأنا متحمسة برضو اللي أنا هوريها لكم. وأنا الكتاب طلبته تقريبا خد بس أسبوع ووصل، وإحنا يعني محافظة بعيدة، فعامة يعني لو انتوا مثلا القاهرة واسكندرية والمحافظات مثلا كبيرة، أعتقد هيوصل لكم بدري شوية. طبعا انا عارفه ان انا اتاخرت ان انا انزل لكم الفيديو بتاع الانبوكسنج، لان اصلا الكتاب واصلني بقاله اسبوعين واصل. بس انا قلت بدل ما انزل لكم بقى فيديو انبوكسنج للكتاب لوحده وفيديو ازاي بذاكر العربي لوحده، قلت ادمجهم لكم بقى مع بعض في فيديو واحد. المهم بقى محتويات الكتاب صراحه كتير، يعني الكتاب جاي معاه خيرات الله بقى، جاي معاه ستاند، وجاي معاه لخص دروسك، وجاي معاه قفساء، وجاي معاه القصه، وجاي معاه حاجات كتيره قوي هشرحها لكم بقى كده بالتفصيل خلال بقى الانبوكسنج. وكمان بقى مقارنة بسعره، فهو يعتبر سعره كويس جدا ومقابل المحتويات الكتير بتاعة الكتاب. وكمان مش يعني انا مش هعملكم بس ريفيو عشان الكتب، يعني العدد بتاع المادة العلمية اللي فيها انا وجهة نظري فيها تعالوا نبدأ أول حاجة بالسعر. الكتاب بقى كله شامل التوصيل كان ب275 جنيه. فبالنسبة للسعر، بالنسبة للكواليتي بتاعة الورق، كمان بتاعة المادة العلمية، وبتاعة عدد الكتب والحاجات الهدايا اللي جاية مع الكتاب، السعر ممتاز جدا صراحة. طيب الكتاب يعني بيجي مع الكتاب؟ اول حاجه بتيجي القصه اللي عندنا السنه دي عن طرب شداد، قفساء اللي هي قاعده ثابته بنسجل ورا المستر، يقول لنا مثلا اكتبوا قفساء، هنكتب قفساء اللي هي القواعد الثابته. ودي حاجه حلوه جدا، لان انا الحاجات دي مثلا بكتبها في ورق القواعد عامه او في كراسه، فهو عمل لها كراسه منفصله. هنا لخص دروسك، اللي احنا بقى نلخص كل درس، هو عباره كده عن ورقه بيضه فاضيه خالص حتى مش مسطره، واحنا بنلخص فيها الدروس بتاعتنا. انا بحب جدا موضوع التلخيص، واي حد بيحب التلخيص هيحب الكراسة دي قوي، لان هي فعلا هتساعد انك تلخص كل الدروس بتاعة العربي في كراسة واحدة، بدل ما تلخص في ورق مثلا او في كراسة ممكن الكراسة تضيع. لا، فهو يعني فكرة اللي هو يدينا ورق، يعني كراسة نلخص فيها، دي حلوة جدا. بصوا بقى، ده كتاب الشرح. كتاب الشرح يعني هو مش حجمه كبير قوي زي كتاب الامتحان، لان كتاب الامتحان مثلا كتاب الشرح والتدريبات في كتاب واحد، انما هنا عند مستر محمد صلاح كتاب الشرح لوحده وكتاب التدريبات لوحده. كتاب الشرح بقى متقسم على حسب الفروع: نحو، وبعد كده ادب، وبعد كده مثلا البلاغه، وبعد كده القصه، القصه اللي في كتاب منفصل، النصوص. وهنا في من ورا مكان ان احنا نكتب الملاحظات بتاعتنا. بالنسبة بقى لكتاب الشرح، المادة العلمية اللي فيه كويسة جدا، وهتلاقي فيه نفس طريقة شرح المستر بالظبط، يعني نفس الكلام اللي هتلاقيه قايله في المحاضرة هتلاقيه مكتوب تاني في كتاب الشرح بطريقة بقى حلوة كده، عشان يربط لك ان انت نفس الكلام اللي سمعته هنا هتقرأه هنا تاني فهتفضل فاكره. بالنسبة بقى لكتاب التدريبات فهو برضو كويس جدا. تعليقي عليه حاجة واحدة بس، ان التدريبات بتاعة الواجب قليلة شوية. يعني صراحة تدريبات الواجب بيبقى مثلا كلها مثلا 20 سؤال أو حاجة،
وكمان ده غير تدريبات الحصة، يعني تدريبات الحصة بتبقى حوالي مثلا 10 أسئلة أو 7 أسئلة بنحلها في الحصة بعد ما المستر بيخلص شرح بنحل تدريبات الحصة. وطبعا بنفتح مثلا الفيديو بتاع ايه حل تدريبات الحصة. انما بقى ايه تدريبات الواجب عددها قليل شوية مقارنة يعني مثلا بكتاب الامتحان، لا فهو الأسئلة اللي فيه قليلة بس مستواها عالي، يعني المستوى بتاع أغلب الأسئلة بيكون عالي. وانت مثلا ممكن نعوض النقص بتاع الأسئلة ده اللي احنا مثلا ممكن ننزل كتاب الامتحان مثلا PDF ونحل فيه مثلا عشان ما نشتريش كتابين، فاهمين؟ وبيجي هنا معاه الستاند عشان نروح بقى بيه الامتحان قاوم حتى النهاية. والمفروض ده برضو ستاند بنحط عليه الكوباية، مش فاكرة اسمه ايه، يعني مثلا لو بنشرب كوفي او حاجة نحطها عليه. وهنا الستيكر احلى حاجة، انا مش عايزة اقول لكم يعني الستيكر ده ضاع مني، مش عارفة وديته فين. انا حطيته على المكتب لقيته كام يوم كده اختفى، مش عارفة الاقيه، دورت في الأوضة كلها مش لاقياه. وهنا قاوم حتى النهاية لا تستسلم. هو عامة الكتاب حلو جدا، تعليقي الوحيد عليه ان الاسئلة فيه قليلة شوية، بس زي ما قلت لكم ممكن نحل الموضوع ده باننا ننزل مثلا كتاب الامتحان PDF ونحل منه، هيبقى الموضوع تمام. دلوقتي بقى تعالى اقول لكم ازاي بذاكر العربي. طبعا اول حاجه زي ما انتوا عارفين كده وواضح من اول فيديو انا باخد مع مستر محمد صلاح. اشتركت في اللي هو باقة الترم، حاساها حلوه جدا وموفره، يعني 280 في الترم كله، حلو جدا. بالنسبه بقى لشرح مستر محمد صلاح طبعا مش محتاج ريفيو مني، بجد شرحه تحفه 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 تحفه. لو انتوا عندكم اي مشاكل في العربي وخصوصا بقى في النحو بجد المشاكل دي هتنتهي. بسمع المحاضرة زي ما انتوا شايفين كده على اي جهاز عندكم، اسمعوا المحاضرة بتاعتكم، واهم حاجة انكم تسمعوا المحاضرات اول باول، ما تراكموش اي محاضرة يا جماعة، لان التراكمات دي هتضغطكم وهيبقى صعب قوي انكم يعني تفكوا او تخلصوا من دايرة التراكمات دي. المحاضرة مثلا نزلت النهاردة، انا سمعتها مثلا النهاردة هفهمها وهبقى مركزة فيها، غير اما انا يبقى مثلا متراكم عليا محاضرتين عايزة اسمعهم هما الاتنين واحل تدريباتهم، مش هركز قوي وانا ايه بسمع كل محاضرة فيهم، وهعدي حاجات كتير مش هاخد بالي منها. طيب مثلا لو انتوا المحاضرة كانت طويلة شوية تعملوا ايه؟ قسموها على مثلا على مدار يومين او حاجة. يعني لو انتوا عندكم مثلا بلاغة ونصوص وقصة، اسمعوا البلاغة والنصوص في يوم واحد وخلوا القصة في يوم لوحدها، او مثلا البلاغة والقصة في يوم والنصوص لوحدها. بس اسمعوا النصوص كلها مرة واحدة، ما تقسموش كل الفيديو بتاع كل فرع، لا اسمعوا كل فرع لوحده خلصوه مع بعضه. ليه؟ عشان تبقى المعلومات مترابطة ببعض او مفيش جزئية تقع منكم في النص. طيب بعد ما خلصنا خلاص سمعنا المحاضرة، ندخل بقى على المذاكرة من الكتاب. ممنوع يا جماعة، ممنوع منعا باتا انكم بعد ما تخلصوا سماع المحاضرة تحلوا التدريبات على طول. لازم الاول تذاكروا من الكتاب، وتذاكروا بالورقة والقلم. طيب لو حتى انتوا مش عايزين تمسكوا ورقة وقلم وتقرأوا والدرس بالنسبة لكم سهل، اقرأوه بس كده، امسكوا الكتاب اقرأوا المعلومات اللي فيه، حتى كده قراءة بعينكم، مش شرط يعني تقرأوه بصوت، لا اقرأوه كده مثلا بعينكم بس، مروا على المعلومات تاني قبل ما تحلوا. خلاص بعد ما خلصتوا، طبعا لو المستر خلال طبعا الحصة كتب قاف ساء قاعدة ثابتة مثلا، اقرأوها تاني ويعني ايه عيدوا عليها تاني، وخصوصا الكلام ده في النحو، اي قواعد في النحو لا لازم تعيدوا عليها مثلا كل شوية، على مثلا على مدار الاسبوع قبل ما المحاضرة الجديدة تنزل، افضلوا كده على مدار الاسبوع كل يوم افتحوا القواعد الثابتة بتاعة النحو واقرأوهم عشان ما تنسوهمش. طيب انتوا لو خلصتوا مذاكرة ولسه حاسين ان في جزئية انتوا مش فاهمينها، المفروض تعملوا ايه؟ المفروض انكم يا جماعة تسمعوها مع مستر تاني غير اللي انتوا بتاخدوا معاه. يعني مثلا لو انتوا زي بتسمعوا مع مستر محمد صلاح، ومثلا في جزئية انتوا مش فاهمينها، في عنده على المنصة مثلا ان انت تحجز جلسات مع المدرسين المساعدين يشرحوا لك حاجة تاني. مثلا مش عايز تحجز كده وعايز حاجة أسرع، ممكن ندور على يوتيوب، في مدرسين كتير على يوتيوب برضو بينزلوا شرح المنهج. في مثلا قناة اسمها بتاع عربي بينزل يا جماعة الثانوي والاعدادي برضو حلو تسمعوه، يعني كمصدر جانب الدرس اللي انتوا بتاخدوه. ممكن اصلا تسألوا المستر اللي بيديكم في المدرسة. المهم انكم تفضلوا تدوروا لحد ما تفهموا الجزئية اللي انتوا مش فاهمينها، ما تكسلوش ويعني تتخطوها وتقولوا خلاص مش هتيجي او تكروتوها، لا افضلوا وراها لحد ما تتقنوها كويس جدا.
وعلى فكرة موضوع الإتقان في العمل ده يعني لازمًا يكون يعني مبدأ في حياتكم كلها، يعني سواء بقى في في المذاكرة اتقنوا المذاكرة بتاعتكم، في العمل، في أي حاجة لازمًا تتقنوها. طيب بعد أما خلصنا كده خلاص كتاب الشرح، ذاكرنا المحاضرة وسمعناها، ندخل بقى على التدريبات. طبعًا اللي بياخد مع مستر محمد صلاح عندنا تدريبات واجب وعندنا تدريبات حصة، فإحنا نبدأ أول حاجة بتدريبات الحصة اللي إحنا بنحلها بعد أما بنخلص يعني بعد ما بنخلص شرح بنبتدي بقى نحلها. انا عن نفسي بقى صراحة تدريبات الحصة دي انا بحلها، يعني بحلها الاول كلها وبعد كده بقعد اسمع حل المستر، مش بحل معاه يعني سؤال سؤال. طيب يا جماعة بعد ما بنخلص بقى حل تدريبات الحصة لازم تشوفوا فيديو اللي هو بتاع بتاع الحل بتاعها اللي بيكون منزله المستر بتاعكم على المنصة مثلا، او لو انتوا مثلا بتاخدوا درس عادي مش اونلاين برضو المستر بقى اكيد بقى بيحلها معاكم في الدرس. يعني لو انتوا بقى بتاخدوا زي اونلاين فانتوا تشوفوا الحل بتاع فيديو حل تدريبات الحصة وتصححوا اجاباتكم لنفسكم. موضوع ان انتوا تصححوا الاجابات بتاعتكم لنفسكم ده بيساعدكم انكم تقيموا مستواكم، يعني مثلا تشوفوا هل انتوا بقى فاهمين الدرس بنسبة كام في المية، فبالتالي كمان اول ما بتحلوا تدريبات الحصة دي بيقلل قوي من الغلطات اللي هتغلطوها بعد كده في تدريبات الواجب. النصيحة الأهم بقى في فيديو النهاردة هي إنكم لو انتوا مش متأسسين كويس في النحو وفي البلاغة مهما بعد كده تذاكروا هتكونوا فاهمين الدرس وكله تمام، أول ما تيجوا تطبقوا عليه مش هتعرفوا تحلوا. ليه؟ عشان انتوا أصلا مش متأسسين كويس. فلازما يا جماعة تتأسسوا من الصفر خصوصا في النحو وفي البلاغة، لأن دول هما الفرعين أصلا اللي محتاجين تأسيس. لو انتوا بقى مش ما سمعتوش الحصص التأسيسية أو انتوا مش متأسسين كويس اسمعوا الحصص التأسيسية، بتكون موجودة على يوتيوب وبتكون كلها فري، وفي مدرسين كتير بتنزلها يعني مش شرط مستر محمد صلاح. وبجد الحصص التأسيسية هتفرق في مستواكم جدا. ونصيحة أخيرة ما تحكموش على مستواكم من أول السنة، لسه السنة طويلة ومع التدريب ومع الوقت أكيد مستواكم هيتحسن. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. وطبعا لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا له لايك وشير مع اصحابكم وقرايبكم علشان يستفادوا هما كمان. ولو دي اول مرة تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. عايزين نوصل يا جماعة لل3000 سبسكرايبر في اقرب وقت ممكن، وده طبعا مش هيتحقق غير بدعمكم، فاعملوا سبسكرايب للقناة دلوقتي. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس حابين الفيديو الجاي يكون عن يعني فيديو تاني عن سلسلة ازاي بذاكر ولا روتين ولا فلوج ولا اكتبولي في الكومنتس وان شاء الله هعمل الفيديوهات اللي انتوا تختاروها. وبس كده، باي.